نصيحة لوجه الله، والله يا جماعة ما طلع نظر على حد. أنا بعمل بنصيحتي لحد دلوقتي، بس اوعى تيجي البلد دي من غير لغة كويسة. مش إنك بس تمشي حالك من غير لغة كويسة. أنا كل يوم بشوف مواقف كتيرة جدا في أماكن كتيرة جدا لناس عندها اللغة مش يعني لغة ضعيفة جدا، بتتعرض لمواقف والإحراج والحاجات بتخلي ناس ممكن تفكر ان هي تمشي وتسيب البلد وتضحي بكل اللي هي عملته في سبيل الحاجه دي. اللي هو بيهمل، اللي يقول لك خلاص انا حققت كل حاجه، خلاص انا جيت البلد، بيفكر ان الموضوع انتهى. الموضوع مليان صعوبات لو انت جايب لغه ضعيفه. لا، حاول تحسن على لغتك. انا لحد دلوقتي مش بعتبر نفسي ان انا معايا لغه كويسه، بالعكس انا كل يوم بطور لغتي اكتر، وبحاول اتجنب على قدر المستطاع الاحراج والحاجات اللي انا ممكن ما افهمش حد وهو بيكلمني، او اعرف ادخل في مناقشه كويسه. فبالله عليكم اللي لسه بيتعلم اللغه في مصر، بالله عليك يعني حاول على قد ما تقدر تديها اهتمام، ولو عديت الامتحان كمل، لان مش الامتحان هنا اللي بيعديك من المواقف دي، او حتى في شغلك او في دراستك مش الامتحان خالص. لغتك اليوميه وتعاملاتك مع الناس هي اللي بتحدد ده. فنصيحه، اشتغل على لغتك بضمير بضمير، ما تمشيش حالك وخلاص وتيجي. نصيحه.